واش بغيتي تفلت من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس في هاد اولى باك، بقاو معايا حتى الاخر باش تشدوا كل النصائح اللي غادي تعاونكم باش توفقوا ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي تتقرا في الاولى باك راه هذا الفيديو معمول خصيصا ليك. بغيت نقول لكم بعض النصائح اللي غادي تعاونكم باش تستافدوا مزيان من هذا العام وتجيبوا معدلات مزيانه. اول حاجه ضروري تعرف واش التوجيه ديالك في الباك غادي يخدمك من بعد ولا لا. شوف، راه من المهم بزاف يكون عندك تصور واضح على شنو باغي دير من بعد الباك. يعني الا كنتي باغي دير شي تخصص معين، شوف واش المسار اللي غادي تختار في الباك غادي يوصلك ليه ولا لا. غادي نعطيك مثال. الا كنتي باغي تقرا الاعلاميات مثلا او لانفورماتيك من بعد الباك، خصك تعرف باللي الاغلبيه ديال الجامعات كيفضلوا يا اما سيونس فيزيك ولا سيونس مات. سيونس مات بطبيعه الحال هما تيدوزوا بلا حتى شي عتبه، لكن بعض الكليات بالنسبه للسيونس فيزيك تيحطوا واحد السوي، يعني خصك تجيب واحد النقطه معينه عاد تيهزوك باش تقرا هاد الانفورماتيك مثلا تخصص اسم اي اللي كان سابقا ولا تغيرت ليه الاسم حاليا. واغلبيه الكليات بالنسبه لصحاب لي سفيتم مثلا ما تيهزوهم. راه خاصك تحسبها مزيان باش ما تلقاش راسك في الاخر ندم علاش ما خديتيش هذا القرار من الاول. المهم عرف شنو باغي دير من دابا وقلب مزيان على التخصص اللي غادي يناسبك باش تكون مرتاح وما تلقاش راسك نادم في شي مرحله من بعد. دابا ندوزو النصائح اللي مرتبطه مباشره بالمدرسه والامتحانات الى غير ذلك. اولا راه اهم حاجه هي انك ما تضيعش الوقت. راه بزاف ديال التلاميذ تيستهتروا في السيزيام تيقول لك راه باقي كاين العام الجاي اللي هو الباك وما كيقراوه، في الاخر كيجيبوا نقاط خايبه في الجهوي وكيجيبوا نقاط خايبه في الوطني. باش ما طيحش في هذا الفخ راه ضروري تركز مزيان في السيزيام، حاول ترجع بانتظام وما تخليش التراكمات حتى الاخر. راه داك الجهوي مهم بزاف وما خاصكش تحقره. ثانيا حاول انك تجنب ديك الفتنه ديال التسريبات والنقله الى غير ذلك واللي شحال من واحد كيعول عليها. ولكن نصيحتي ليك راه الطريق ما غاديش تنفعك، خاصك تكون مركز في راسك وتخدم بجديه باش تجيب نقاط مزيانه بلا ما تعتمد على حتى شي عامل خارجي. واخيرا راه الوقت كيجري بسرعه، ما تبقاش تقول غادي نبدا نقرا من الشهر الجاي ولا من الاسبوع الجاي، لا راه خاصك تبدا من دابا. كل ما خدمتي من دابا كل ما كنتي مرتاح في الفتره ديال الامتحان. خلاصه القول ركز مزيان في التوجيه ديالك، خدم بجديه ما تضيعش الوقت. هاد النصائح اللي عطيتك ان شاء الله غادي تعاونك باش تكون متفوقين. حتى لهنا كان هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه باش توصلك كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. خلي لنا تعليق على شنو بغيتي نناقشوا الفيديوهات الجايه. شكرا على المشاهده ونتمنى لكم التوفيق في هذا العام الدراسي ان شاء الله.